أسوأ انترفيو عملته في حياتي ما كانش ان انا جاوبت عليه بطريقه وحشه او حاجه، بالعكس انا سالت الانترفيور سؤال بين لي ان المكان ده لا يمكن اشتغل فيه. سالته حاجه بسيطه: انتوا حابين تحققوا ايه في ال 12 شهر الجاي؟ وانا سالته كده عشان اعرف ايه الاستراتيجي بتاعت المكان ده وازاي انا كهاله اقدر اضيف للمكان ده واساعدهم ان هم يوصلوا اللي هم عايزينه. بص لي كده وقال لي: على فكره انتي اللي بتعملي انترفيو مش انا. طلع عندي اكبر ريد فلاج كده في وشي، فقال لي: انا مش مقدم على وظيفه عندك. سكت عادي، ما كنتش عمري هرد الاساءه او حاجه. قلت له: لا بالعكس، يعني ام سوري ان انت اخدتها بطريقه اوفنسيف، انا بسال عشان اشوف انا كهاله اقدر اضيف لكم ايه، بس ما فيش مشكله. بين لي جدا ان هو فيري انسكيور، حد مش عارف هو عايز يروح فين، وده كان مكان لو كانوا عرضوا عليا مئات الالاف الدولارات ما كنتش هروح. وفعلا طلع مكان فاشل وقفل اصلا دلوقتي، مش موجودين. فدايما دايما لازم تساله، واساله سؤال مش قله ذوق او حاجه، بس اساله سؤال يقدر يخليكم تحكموا على الانسان اللي قدامكم ده، هل انسان سوي تقدروا تشتغلوا معاه ولا لا. قولوا لي ايه اسوأ موقف حصل لكم في الانترفيو خليكم كده عايزينه يخلص عشان تخرجوا من الناس السايكو دي اللي انتوا بتعاملوا معاها. Let's know my mind.